كيبدا الفيلم ديالنا اليوم مع واحد الشاب كيفيق في شي غرفة غريبة بلا ما يعرف كيفاش وصل ليها ولا شكون خطفو. كيبدا يشوف في الغرفة وكيكتشف فيها غير الدوش والطواليت. من بعد كيبدا يضرب على الحيط وكيطلب يخرج. فجأة كيشوف واحد الشاشة كتعرض كلمة المشاركة وكيحاول يدخل الأوامر ديال الكمبيوتر باش هكا يحل الباب، ولكن والو ما كيخدمش. الكمبيوتر كيعاود يطلب منه يشارك. الشاب كيدير تأكيد دابا راه كيتصور وكيبدا يسول الكاميرا اسئله باش هكا يفهم الوضع شنو طاري، ولكن حتى شي واحد ما كيجاوبو. من بعد ما كيستعمل الطواليت كيكتشف بلي ما كاينش الماء فيها، وحتى الحوض ديال الطواليت ما فيش الماء. كيحاول يستعمل الكمبيوتر ومن يكتب كلمه الماء الكمبيوتر جاوبو بلي كتساوي 5. الدري ما فهم والو، كيجلس في الارض وكيتسنى. فجأة كيخرج منه الريح وكيلاحظ بلي جاب ليه النقاط، وهكا قدر يحصل على الماء اللي باغيه. بعد ما غسل وجهه الشاب كيعرف بلي هادشي كامل راه بث مباشر والناس حقيقيه كتشوفه. فبدا كيحاول يخرج الريح ويدير حركات غريبه في الغرفه، ولكن النقاط ما كانتش بزاف. كيحاول يدخل مره اخرى الاوامر في الكمبيوتر وكيقدر يطفي الضوء باش ينعس في الارض. من بعد شويه الكمبيوتر كيذكرو يشارك مره اخرى، فالشاب كيعاود يهضر على الموقف قبل ما ياخذ الدوش. جاب شويه ديال النقاط فبدا كيرجع كيدير الحماقات ديالو، ولكن طاح في الارض. منين بدا كيغوت من الالم النقاط بدات كتكتر بشويه بشويه، ولكن ماشي بزاف. فاش طلب ياكل عطاو غير زلافه ديال الماكله ديال الكلاب اللي خرجت من واحد الفتحه في الحيط. الشاب كيتشكى وكيحاول يرجعها، ولكن الاوامر ديالو ما خدموش. ما عندوش خيار اخر بدا كياكل الماكله، وحتى دار راسو بحال الكلب قدام الجمهور كيبدا يعوي ويتنفس بسرعه. هادشي جلب ليه المشاهدين وتبرعات كتر، وهكا قدر يطلب الحوايج. ولكن النقاط ما كانتش كافيه، وعطاوه غير سروال داخلي نسائي اللي لبسو قدام الشاشه. في الليل الشاب كينعس في الارض وهو كيبكي من الياس. في الصباح بدا كيدير كلشي باش يسلي الجمهور، من الرقص الغبي ديالو والهضره العشوائيه. مع الوقت جمع نقاط كافيه باش يطلب تيشورت وفراش مطاطي. مع مرور الايام النقاط كتزاد وكيقدر يشري حاجات حسن بحال حوايج اخرى، ادوات الحلاقه، مرايه، ماكله مزيانه وحتى الكحول. الشاب كان نباتي ولكن كيعطيه غير اللحم وما عندوش خيار غير ياكلو. في الاخر بدا كيعجبو اللحم والجمهور بدا كيعجبو هاد الشيء وكيرد ليه الجميل بمزيد من النقاط. واحد النهار الشاب شرب بزاف وقرر يهرس الشاشه بواحد القرعه خاويه، ولكن النتيجه كانت فقدان الغرفه ديالو للضوء كامل. حاول يجرب حاجات جداد بحال يجبد الشاشه والفتحه ديال الماكله، ولكن حتى حاجه ما تحركات ولو بشويه. تعصب بزاف وبدا كيضرب الشاشه حتى جرح يدو. فاش غلب عليه الياس الحزن بدا كيغوت وكيطلب يطلقوه وكيجري وكيرمي الحاجات اللي عنده. من سالات ليه الطاقه بدا كيعتذر، ولكن حتى بدا كيحس بواحد السؤال. عاد رجع الضوء فجاه. الشاشه عرضت لي واحد الراجل كبير في العمر كيسكن في واحد الغرفه بحال ديالو تماما، ولكن عنده بزاف ديال الحاجات. هذا الراجل الكبير شرح لي باللي الميدان مره كيكون فيه مشاكل ومره كيكون مزيان، ولكن مني كتوصل لواحد المستوى معين كتحصل على واحد الوجوج للشبكه العامه. هادشي كيعني بلي يقدر يهضر مع الناس الاخرين اللي حتى هما عالقين في نفس البلاصه، ولكن حتى واحد فيهم ما عارف والو على اللي خطفهم واللي جابهم هنايا. كلهم فاقوه هنا بحال هاد الشاب بلا ما يعرفوا كيفاش ولاش. دابا الشاب لقى شي حد يهضر معاه، ولكن الراجل الكبير ما كيسكتش وكينقز من موضوع لموضوع بلا ما يحبس. وهاد الهضره المستمره والغضب ديال الشاب كتجيب بزاف ديال النقاط. الشاب بدا كيتعصب منه، ولكن واحد النهار سمع الراجل الكبير كيحس بشي سؤال خطير. حاول يتواصل معاه ومن بعد محاولات كثيره اكتشف كيفاش يستخدم الاوامر باش هكا يلقى باقي القنوات. كانت بزاف ديال المحتويات المختلفه، دروس طبخ، نصائح المكياج، وواحد الشابه كدير اليوغا اللي كانت زوينه بزاف لدرجه بقى كيتفرج فيها مده طويله. من بعد محاولات قدر يتواصل مع الراجل الكبير وعرف باللي كل واحد عنده رقم قناه ديالو. الشاب كان الرقم 14 والراجل الكبير كان الرقم 73. الشاب غير السلوك ديالو وتصاحب مع 73، كيهضر معاه وكيتقاسم معاه الوجبات وكيتعلم منه السحر وكيغني معاه. من بعد شويه 14 قدر يتواصل مع الرقم 28 واللي كانت هي السيده اللي كدير اليوغا في الليل باش كيكونوا الناس الاخرين ناعسين. الشاب بقى مبهور بالجمال ديالها والهدوء ديالها وهو يصيفط ليها تبرع. في الصباح 14 بدا كيشري حاجات زوينه للغرفه ديالو، ولكن مازال كيهضر مع 73 اللي شرح ليه بلي ما يقدروش يبقاو في مستوى واحد حيت المشاهدين غاديين يملوا ويتوقفوا على ارسال التبرعات. خاصهم ديما يبقاو يتطوروا ويحسنوا المحتوى ديالهم.
باش هكا يجلبوا جمهور اكثر. ومن ثم 14 بدا كيجرب بزاف ديال الحاجات جديده بحال الكوميديا، الرياضه، الطبخ والغناء، وحتى حيل السحر اللي تعلمها من 73. الجمهور ديال 14 كيبقى يكبر، ومعها كيزيدوا النقاط ديالو اللي خلاه يشري بزاف ديال الحاجات جديده باش يستعملها في البثوث ديالو. بدا حتى هو كيتعلم اليوغا من التمارين اللي كدير 28، وحاول يشري الدواء 73 اللي حالته الصحيه كتدهور بسبب السعال المتواصل. ولكن بالغلط بدل ما يتواصل مع 73 دخل على الغرفه ديال 11، وهي امراه اللي يلاه وصلت مؤخرا لبلاصه وكانت كدوش. 11 تغلعات بزاف مني شافت 14 على الشاشه ديالها واتهمته باللي هو اللي خطفها، ولكن 14 بالسرعه وضح ليها باللي حتى هو مجرد ضحيه بحالها. فاش هدات الاعصاب اقترحت 11 عليهم يديروا قوانين للتعايش داخل النظام. في ديك اللحظه دخلت 73 المحادثه، و11 سولتهم واش شي حد فكر يهرب قبل. 14 حكى ليها على المحاوله ديالو باش انه يهرس الشاشه وكيفاش تعاقب من بعد على ذاك التصرف. 11 قالت لهم بلي خاصهم يحلوا كاع التفاصيل في النظام باش هكا يلقاو شي نقطه ضعف باش هكا يمكن ليهم نهربوا. ولكن 73 رد عليها بعصبيه وقال لها بلي هاد الفكره غير مضيعه للوقت، وغوت بزاف قبل ما يخرج من المحادثه. من بعد 11 بدات كتسول علاش هما بالضبط اللي اختاروه، وقالت باللي غريب تكون شي جهه ولا شركه كتقدم السكن والاكل للناس بلا سبب واضح. 14 جاوبها وقال لها باللي هو كان مجرد شخص عادي ما عندوش اهميه كبيره في حياته السابقه، وزاد باللي هذا الوضع الحالي احسن من حياته القديمه، حيت دابا على الاقل كيعني شي حاجه للجمهور اللي كيتفرج فيه. مع مرور الوقت 14 بدا كيدير واحد العرض صغير باستخدام الدومه اللي صنعها من التقاشر ديالو، وهذا العرض فرح بزاف 73 وجاب ليه كميه كبيره من التبرعات. واحد النهار قرر 14 يهدي ل 11 واحد السطره ديال الدوش باش هكا تحس بالخصوصيه، ولكن هذا الشيء خلاها تعصب بزاف وقالت ليه باللي ما باغاش شي واحد يعطف عليها وانها باغا تبقى بوحدها. في الايام اللي جاو من بعد 14 بدا كيجرب افكار جديده ليمتع الجمهور بحال دروس ديال الرسم، وبما انه كان فاشل في الرسم حول هاد الدروس لعرض كوميدي حيت كان كيقدم راسو كموديل مضحك للجمهور. وكاع هاد الافكار المجنونه اللي كان كيدير 14 جابت ليه بزاف ديال النقاط وخلاته كيبني الغرفه ديالو باش تكون بلاصه مريحه يعيش فيها. ولكن 11 ما قدرتش تصبر على هاد الشيء وتقلقات بزاف وقالت خاصهم يبداو ثوره ضد النظام. هذا الكلام خلاهم يدخلوا في مناقشه حاده بين الثلاثه اللي ما سالاتش حتى بدا 73 كيكحب بزاف وما قدرش يكمل الهضره. في ديك الليله حاله 73 تدهورات بزاف وبدا كيكحب بطريقه خايبه لدرجه انه تشنج وطاح للشاشه. جسمه كان ضعيف بزاف وما بقاش قادر يتحرك. 14 كيتوصل الجمهور باش يساعدوه، و11 كانت كتقلب على شي خاصيه نافعه في الحاسوب ولكن بالغلط ضغطات على واحد الزر. فجأة الغرفه ديال 73 بدات كتسخن بزاف وحتى النار بدات كتخرج من الحيوطه كيتحرق كل شيء وحتى 73 براسو. 14 و11 ما قدروا يديروا والو وغير كيتفرجوا في 73 كيموت بطريقه مؤلمه حتى طفات الكاميرا ديالو. من بعد ما داز شويه ديال الوقت الصمت والحزن 14 تواصل مع 11 وقال ليها ما تلومش راسها على اللي وقع، ولكن 11 رفضت تهضر معاه. فقرر 14 يدير واحد العرض بالدومه ديالو باش هكا يخفف الجو شويه. من بعد هذا الشيء 11 قالت ليه بغات تسكر وقرروا هما بجوج يطلبوا كميه كبيره ديال الشراب. في وسط الشراب بداو كيتخيلوا ريوسهم انهم كيشطحوا مع بعضياتهم وبداو كيهضروا على اخر حاجه كيتفكروها قبل ما يتخطفوا. بداو كيتحمسوا بزاف في الرقص ديالهم وبداو كيحيدوا الملابس ديالهم بشويه بشويه. اكتشفوا في هذه اللحظه انهم كيعجبوا بعضياتهم وقرروا انهم يبينوا شويه من الجسم ديالهم قدام الكاميرات ويستمتعوا مع بعضياتهم. ولكن من بعد ما سالاو اكتشفوا باللي هذا الشيء ما ساعدهمش انهم يتجاوزوا الحزن ديالهم. 14 اعترف باللي مازال كيسمع الصوت ديال 73 في دماغه وبدا كيدير خطب بحال اللي كان كيدير 73. وقال ل 11 باللي الفكره القديمه ديالها صحيحه، خرج جميع الناس اللي في الغرف يتعاونوا ويقلبوا على نقطه ضعف في النظام حيت موت 73 كيأكد باللي الاخطاء ممكنه. من بعد 14 جلس قدام الكاميرا ودار خطاب مؤثر بزاف اللي جاب ليه نقاط كثيره، ولكن قال باللي ما باغيش هاد النقاط. شرح شحال 73 كان مهم في حياته وطلب من باقي الناس اللي في الغرف يقلبوا على اي تفصيل صغير يمكن يساعدهم يهربوا. فجأة 28 تواصلت مع 14 وقالت ليه باللي الخطاب ديالو كان زوين بزاف وقارنته بالحلقات الفلسفيه اللي كانت كدير على حياه الانسان الداخليه. لكن 11 ما عجبهاش الحال حيت شافت بان 28 خارجه على الموضوع وعاتباتها بشكل مباشر. 28 ما بغاتش المشاكل وقررت تخرج من المحادثه. بعد 14 و11 بداو كيتفرجوا في القنوات الاخرين وفرحوا ملي شافوا ناس اخرين كيدعموا الخطه ديالهم بحال واحد الوحده اللي لقات طريقه باش انها تخلي الشتا تصب وسط الغرفه ديالها.
واحد الليله قبل ما تبدا 28 البات اليوغا ديالها، 14 قرر يهضر معاها. قالت ليه بان ال11 سلبيه بزاف وهاد الطاقه ديالها ممكن تدمرهم كلهم، وشرحات ليه بانها كتحاول تبقى ايجابيه، بان السبب اللي خلاه شعبي هو انه كيدخل البهجه للناس، وهذا الامر مهم بزاف في هذا العالم حيث مليء بالحزن. 14 و 28 بداو كيديروا اليوغا مع بعضياتهم، وهذا البت ديالهم عصب ال11 اللي فاقت بكري. من بعد شويه 14 لاحظ بان ال11 بقات مركزه على القنوات الاخرى وما بغاتش تحيد عينيها منها. مع مرور الوقت بزاف ديال الاشخاص بداو كيتبعوا الخطه ديالها ولقاو طرق جديده بحال التحكم في النظام ديال التهويه وحتى التحريك ديال الحيوطه. ال11 كانت متحمسه باش تجمع الخريطه ديال هذا المكان، ولكن 14 ما كانش متفق. تاثر بالكلام ديال 28 اللي خلاته كيامن بان الشيء اللي كيديرو مهم، وقال لها بانه كاينين ناس هنا اللي مرتاحين وما خاصناش نزيدو نعصبوهم. ال11 ما خداتش هذا الامر بجديه وقررت تقطع شعرها كعلامه ديال التمرد. في الليل 28 بات واحد البت ديال اليوغا مره اخرى، وهذا الشيء خلى ال11 تعصب بزاف حيت شافت بان البت المباشر في الليل فيه قله الاحترام حيت كيقلب الراحه ديال الاخرين. بداو كيتضاربوا ما بيناتهم، و28 اتهمات ال11 بانها كتعامل الاخرين بحال الدومه ديالها. 14 حاول يوقفهم، ولكن ال11 ردات وقالت لي بان 28 ماشي الصديقه الحقيقيه ديالو، وبانها هي اللي خاصها تكون الصديقه ديالو. من ظهرت شاشه جديده في النظام، 14 بدا كيفكر في الكلام ديال ال11 ودار بت وطلب من الاشخاص الاخرين يرسلوا ليه نقطه واحده، ولكن وقع واحد العطل تقني والنقاط ديالو بداو كيزيدوا بواحد السرعه اللي كبيره بزاف. 28 ما عجبهاش الحال، اتهمته بانه مسموم وكيسرق النقاط ديال الاخرين. هذا الشيء عصب ال11 بزاف وخلاها تخلي الشتا تنزل في الغرفه ديال 28 كوسيله ديال الانتقام، ولكن 28 ردات عليها وقالت ليها خاصك تحسي بالحراره الضوء ديالنا. فعلات السخونيه في الحيوطه، الغرفه ديال 11 بدا فيها الحريق وحتى هي تحرقات بحال 73 قبل ما الشاشه ديالها تطفى. 14 صدم وطاع للركبه ديالو وكيبكي من الحزن. فجاه الباب اللي وراه تحل، 14 شاف فرصه باش انه يهرب، ولكن من شاف الشاشه كتعرض للاشخاص الاخرين قرر يرجع باش يقول لهم بان التعاون يقدر يكون المفتاح ديال الحريه، ولكن الباب تسد عليه مره اخرى. ودابا 14 خاصو يبدا العروض ديالو من جديد باش هكا يقدر يبقى عايش. الى عجبك ملخص هذا الفيلم ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه، لان هذا غادي يكون اكبر دعم لينا. وشكرا على المشاهده.